يا كابتن محمود، انت غيرت مدربين وغيرت لعيبة وغيرت أجهزة فنية وغيرت مديرين كورة وغيرت معاونين وغيرت الدنيا كلها، ونسيت تغير نفسك. الكل اتغير الا انت. غير نفسك يا كابتن محمود. يا بيبو روح اتعالج، اسمع مني انا. مش كل احنا اتعودنا على ايه؟ يجي مصيبه نخسر موسم صفري، يقول لك ايه؟ ويتوجه الكابتن محمود الخطيب لاستكمال علاجه. يلا اضربوا دماغكم في الحيط. اطلع يا كابتن محمود، استكمل علاجك ال3 سنين اللي باقيين في عمر المجلس، وسيب الباقيين يديروا. ما هو مجلس اداره اللي بيحصل ده، ومجلس الاداره اللي لا اسمع لا ارى لا اتكلم لازم يتحاسب. سيد يا عبد الحفيظ، لو انت جاي خيال مآتة اقعد في بيتك واكرم لك. لو انت جاي خيال مآتة وما بتعملش حاجه ويتقال لك اسكت، كلفناك مشيناك، اقعد في بيتك واكرم لك. يا استاذ ياسين يا منصور، لو انت بتتحط في البيانات في وش المدفع وانت بره زعلان وغضبان وما بتاخدش قرارات، اقعد في بيتك. اقول لك حاجه، الكل يقعد في بيته ونغير اسم النادي، نسميه نادي محمود الخطيب. ذنب حرق الدم جماهير النادي الاهلي في رقبتكم. اللي جاب المدرب ده وحط له المرتب الرهيب ده والشرط الجزائي الرهيب لو خرب الدنيا، هو اللي يتحاسب. هو اللي النائب العام يحاسبه، هو اللي الجهاز المركزي للمحاسبات يحاسبه. الراجل ده لو مشي ال 300 مليون جنيه اللي يدفعهم الكابتن محمود الخطيب، يا سيدي وماله بجملة الملايين اللي عندك؟ ما اللي حضر العفريت يصرفه. اللي هقول لك حاجه، ارمي عليا جمال ابن الصباح يا عم بلجانك، ارمي عليا يا اخي، الله يحرق دمكم.